كابتن محمد الشناوي طلعت بنت بلوجر اتكلمت وقالت ان هو كان على علاقه بيها وان هو كان متجوزها، والموضوع بس ما سكتش على كده، لا دي كمان طلعت ونشرت صور وقالت ان الصور دي حقيقيه. هنا الناس اتقسمت نصين، في ناس قالت ان فعلا الصور ممكن تكون حقيقيه، وفي ناس تانية قالت ان الصور فيك وملهاش اي علاقه بالواقع تماما. ولكن انا بالنسبه لي ده مش موضوعنا. اذا كانت بقى الصور كانت حقيقيه ولا كانت صور فيك، مش انا اللي هقول كده، في قانون هو اللي هيقول اذا كان الموضوع ده صح ولا مش مظبوط، وفي قانون هو اللي هيقول اذا كانت الصور حقيقيه ولا مش حقيقيه. الكابتن محمد شناوي ما سكتش، طلع المحامي بتاعه وقال ان احنا هنرفع قضيه على البنت البلوجر وهنطالب بتعويض كبير علشان خاطر موضوع تشهير. ولكن برضه انا زي ما بقول، انا مش فارق معايا كل الكلام ده، انا فارق معايا الكابتن محمد الشناوي ومستواه في الملعب، مستواه في الملعب اللي كل مدى من سيء لاسوأ. كل مباراه الكابتن محمد الشناوي بيلعب فيها انا ببقى خايف من اي كره رايحه علينا، اي كره رايحه علينا ببقى خايف، ببقى حاسس ان في مصيبه هتحصل، على عكس ما كان بيحصل الاول. كنت بشوف ان الكابتن محمد الشناوي كان مركز، وان انا بالنسبه لي كابتن محمد الشناوي لما ما كانش بيلعب كنت انا بالنسبه لي كان بيبقى عندي ثغره في حراسه المرمى. لكن دلوقتي انا اي مباراه بيلعب فيها الكابتن محمد الشناوي بشوف ان هي عبء وكابوس على النادي الاهلي، بحس ان هو بيلعب مجامله. ومن هنا انا بشوف ان موضوع التدوير ده يتم الغائه نهائيا. موضوع التدوير ده ما ينفعش. انا اعمل مداوره ما بين اللاعبين لما يكون عندي اللعيبه على نفس المستوى، لكن لما يكون عندي لاعب فارق عن لاعب تاني، فانا اللاعب اللي فارق، اللاعب اللي هيأدي، اللاعب اللي هو هيكسبني، او فرس الرهان الكسبان هو اللي العب بيه. ما العبش بفرس رهان وانا عارف ان الفرس الرهان ده ممكن يخسرني وممكن يخسرني برضه. انا الكابتن محمد الشناوي شايف ان هو لا يريح زيه زي لعيبه تانية كتير، لعيبه لا تستحق ان هي تاخد فرصه. بشوف ان اقدر 11 لاعب هم اللي ينزلوا يلعبوا، سيبك من الاسماء، انا عايز 11 راجل ينزلوا ياكلوا النجيله. انت رايح لفريق هو شايف ان انت دي اضعف نسخه بالنسبه له، وبيقول عليك ان انا لو ما كسبتكش دلوقتي انا هكسبك امتى. فانا محتاج 11، مش 11 لاعب، انا محتاج 11 مقاتل في الملعب ينزلوا ياكلوا الارض حرفيا، تطلع باحسن نتيجه ممكنه من هناك. لان هنا انت ما عندكش جمهور، واحنا طبعا بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره عندنا جمهور وكل حاجه، والجمهور بيحضر والجمهور بيؤازر، وديكوا شايفين النتائج. يعني الفريق منك يعني ايدك منه والقبر. طلع رضا عبد العال قال بعد مباراه انبي والزمالك، او بعد خساره الزمالك من انبي، قال لك هو ليه الناس، ليه الاعلام قاعد يستضيف الكابتن ايمن الشريعي، قاعد يستضيفه قبل مباراه انبي، وقعدوا يحفزوه ويسالوه انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه، ويحفزوا لعيبه انبي والكلام دوت. هو الكلام ده لو انبي بيلاعب الاهلي كان هيحصل كده؟ وكأن الكابتن رضا عبد العال ما شافش اللقاءات الصحفيه اللي اتعملت مع الكابتن جمعه مشهور بعد ما كسب الاهلي بفريق الطلايع. تحس كده المعايير مش مظبوطه، المعيار بيمشي هنا وهنا لا. طلع كمان يتكلم ويقول هو ليه طول الوقت بتتكلموا على الجماهير وجماهير الزمالك، وليه الجماهير بتاع الزمالك طول الوقت الصوت بيتقفل عليهم والمايكات بتتقفل والكلام دوت. ما هو انت لو انت منصف وراجل حقاني هتعرف ليه جماهير الزمالك المايكات بتتقفل عليها. بمنتهى البساطه جماهير نادي الزمالك بتتقفل عليها المايكات لان جماهير نادي الزمالك بتقول الفاظ انا ما ينفعش ان انا قاعد انا وامي ومراتي واختي وابويا، ما ينفعش ان انا اسمع الالفاظ اللي بتتقال في التلفزيون. ابقى داخل عشان خاطر اتفرج على مباراه كره قدم الاقي نفسي بسمع الفاظ ما ينفعش ان اسمعها. فده بمنتهى البساطه موضوع ان المايكات بتتقفل على جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك بتسب وبتلعن باوسخ الالفاظ اي حد بيشوف ان هو منافس ليهم، او اي حد يقف على مصلحته. لعيبه انبي اتشتموا امبارح باوسخ واقذر الالفاظ. ليه؟ عشان خاطر اللعيبه رجاله، عشان خاطر اللعيبه لعبوا برجوله قدام الزمالك. وده ليه؟ عشان خاطر نادي الزمالك محتاج الفرق اللي تلعب قصاده تفوت، زي ما بيحصل في مباريات بيراميدز، زي ما بيحصل في فرق كتيره جدا كلنا عارفينها. لما يكون فيها لاعب ولا اتنين من نادي الزمالك بتحصل كوارث. واكبر دليل على كده انتوا بتشوفوا مصطفى فتحي في بيراميدز بيعمل ايه، واحمد الشناوي بيعمل ايه. يعني انتوا عارفين المصايب اللي بتحصل، وغيره كتير نقدر نعد كتير يعني. فلما تيجي تتكلم يا كابتن رضا، اما تيجي تتكلم خليك حقاني، ولو ان دي بعيد عليك، لان انت بتتعامل بمبدأ خالف تعرف. انت بتتعامل بتشوف الناس ماشيه ازاي وبتمشي العكس، عشان هو ده الاسلوب اللي ناجح معاك، وهو ده اللي منجحك دلوقتي، وهو اللي مخليك على السوشيال. ليه؟ انت راجل بتحب الناس تدخل تشتم فيك وتغلط فيك، انت بتحب الكلام دوت، بيعلي الريتش عندك. فخليك حقاني. جاليليو بتاع قناه الزمالك طلع بعد مباراه الطلايع وقال هاتوا لنا الاهلي عشان نكسبوا سكور. بعد مباراه انبي والزمالك ما سمعنالوش اي صوت.
ليه؟ لان ده حجمك. لان انا زي ما قلت في حلقه امبارح ان كل الفرق بتلاعب نادي الزمالك الاول قبل ما يتصدر الدوري على انه فريق عادي، فريق موقوف عنه القيد، فريق ما جابش لعيبه، فريق ما اعرفش ايه، ما دعمش في الفترات الشتويه. ايوه هو دعم في الفترات الصيفيه والكلام دوت، ولكن بعد كده توقف القيد، ودعم يعتبر اكتر فريق دعم واكتر فريق دفع فلوس يعتبر في افريقيا نادي الزمالك، ولكن اغلب اللعيبه اللي جابها مشيت وراحت بعد كده رفعت عليه قضايا. فالناس اللي بتتكلم على دكتور نفساني للعيبه الاهلي، احنا مش محتاجين دكتور نفساني للعيبه الاهلي، احنا محتاجين الفيديوهات اللي بتطلع من المنافس بالاستهزاء بلعيبه النادي الاهلي وبكيان النادي الاهلي وبفرقه النادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي. الفيديوهات دي تتحط للعيبه البهوات علشان خاطر يحسوا على دمهم شويه ويشوفوا هم وصلوا النادي الاهلي لفين. وصلوا النادي الاهلي لحد زي كده يطلع يتكلم عليه ويقول هاتوا لنا الاهلي علشان خاطر نكسبوا سكور. بتمنى تكونوا رجاله، بتمنى تكونوا على قدر المسؤوليه، مش طالب منكم غير انكم انتوا تكونوا رجاله، اعملوا اللي عليكم والنتيجه في الاخر بتاعت ربنا. انا مش عايز منك حاجه غير انك انت تعمل اللي عليك، موت نفسك في الملعب. بنشوف امبارح انبي لعيبه بتاخد ملاليم، والله ملاليم، بتعمل مباراه امبارح يعني ولا اروع من كده، لدرجه ان انت اصلا لو حد مش متابع كوره انت مش هتعرف مين الزمالك ومين انبي. فانا نفسي لعيبه النادي الاهلي تكون بنفس الرجوله دي، وانا عارف ان انتوا تقدروا، انا عارف ان انتوا قادرين، عارف كمان ان انتوا لو حطيتوا في دماغكم وشلتوا بعض الخلافات وشلتوا الماديات من الموضوع انتوا تقدروا ترجعوا من الترجي بالفوز، تقدروا ترجعوا من تونس بالفوز، تقدروا تكسبوا ال6 ماتشات بتاعتكم، وعملتوها بالمناسبه مع الكابتن عماد النحاس، فتقدروا تعملوا كده حتى لو ما كانش فيه مدير فني. احمد عبد القادر من فتره كبيره وهو في النادي الاهلي قعد يماطل في موضوع التجديد مع النادي الاهلي لحد ما في الاخر طلع بيع نهائي وكلنا عارفين هو رايح فين. احمد عبد القادر من النهايه كده ومن الاخر مخلص مع نادي الزمالك، ولكن بشرط. هو مش مخلص مع نادي الزمالك، هو مخلص مع الكابتن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق او الرئيس الشرفي بتاعهم دلوقتي. مخلص معاه ان انت هتاخد الفلوس اللي انت عايزها وهتيجي الزمالك، ولكن بشرط ان القيد يترفع. يعني القيد اترفع النهارده عن نادي الزمالك، احمد عبد القادر بكره يكون موجود او الانتقالات الجايه يكون موجود، ولكن بشرط ان القيد يترفع. طب القيد ما اترفعش، يبقى انا بقول لك من مكاني هنا ان احمد عبد القادر هيكون في بيراميدز. يعني احمد عبد القادر يا يروح الزمالك يا يروح الزمالك بناء على طلب ورغبه الكابتن ممدوح عباس، يا اما هيروح لبيراميدز. واحنا بالنسبه لنا لا فارق معانا يروح بيراميدز ولا فارق معانا يروح الزمالك، هو كان خلاص لاعب في النادي الاهلي وخلاص مشي، فالله يسهل له، واحنا ما بيفرقش معانا حد ومش بنقف على حد ولا بيشغلنا اي لاعب بيمشي ويسيب النادي الاهلي. اخيرا كاموش بيرجع للتشكيل بتاع النادي الاهلي. كاموش بيرجع، بتمنى من ترب ان انا اشوف 11 راجل في الملعب، بتمنى انه ما يعكش العك المعهود بتاعه، بتمنى انه يحط كل لاعب في مكانه، بتمنى كمان ان هو ما يلعبليش بديانج ومروان عطيه 2-6 في نص الملعب. بتمنى ان هو لو هيحط ممكن يحط مثلا ديانج وجنبه مثلا امام عاشور، جنبه محمد علي بن رمضان، احط مروان عطيه وجنبه امام عاشور، مروان عطيه وجنبه محمد علي بن رمضان او امام عاشور. لكن العك اللي بيحصل في الملعب وتلاقي ان بن شرقي انت ما انتش عارف يلعب فين، احمد زيزو مش عارف يلعب فين، امام مكانه فين، مش عارف ايه، حاجات غريبه بتحصل. تلاقي ان هو بينزل لك احمد سيد زيزو ومش عارف بن عمري في الشمال، ومفيش اصلا كروسات بتتعمل، ومفيش كمان حتى لو في كروسات بتتعمل انت بتطلع يعتبر المهاجمين، ما عندكش الكثافه العدديه عند الخصم، الكثافه العدديه اللي من خلالها لما تعمل كروسات يبقى في حد يقابل الكور دي. اخيرا بقى الخبر الاخير والخبر المفرح بالنسبه لي كان عن كريم فؤاد. كريم فؤاد لعيب خلوق، لعيب محترم، لعيب ما يختلفش على الاثنين، لعيب لما بيكون موجود بيحدث الفرق، لعيب جوكر، لعيب بتقدر تحطه في اي مكان في الملعب. الحمد لله رب العالمين بعد الاصابه اللي حصلت له اتعمل له اشعه، والاشعه دي شافها الدكتور الالماني وقال ان العلاج بتاعه هيستغرق من شهر لشهر ونص، ومن بعديها يقدر يرجع الملاعب تاني. ومن مكان هنا بتمنى ان ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع في اسرع وقت. النادي الاهلي محتاج كريم ومحتاج كل اللعيبه اللي عندها جرينتا، كل اللعيبه الرجاله اللي زي كريم فؤاد. ودي كانت نهايه الفيديو، ولو انت اول مره بتشوفني بتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتحط لايك للفيديو وتصلي على النبي في التعليقات، واشوفك على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.